هم قلة قليلة تبقت من حرب أهلية استعملوا حطبا لإشعال نارها. إنهم المغاربة الذين قاتلوا إلى جانب فرانكو ثم ما لبث أن تخلى عنهم بعد أن وصل إلى سدة الحكم فوق جثثهم. إنها حكاية جنود منسيين نبذهم التاريخ وتنكرت لهم إسبانيا، فلعل الرغبة في إنصاف هؤلاء الجنود وإعادة صياغة صفحات مظلمة من تاريخ إسبانيا المعاصر بقدر من الموضوعية هي الباعث إلى العودة للنفس في الماضي. هذا الشريط الوثائقي وسيلة لمناهضة التاريخ الرسمي، تاريخ المنتصرين القائم على الأكاذيب واحتقار الإسلام والمسلمين. يتضمن فيلم الخاسر إدانة صارخة لإسبانيا، وينتقد تبرؤ أساساتها من هؤلاء المغاربة الذين سرعان ما تشكلت عنهم صور نمطية ومغرقة في السلبية في المتخيل الجماعي الإسباني، لكن المخرج يحمل جزءا من المسؤولية للمغرب الذي شارك بصمته في هذه المؤامرة. البحث عن إجابات شافية لأسئلة حارقة هو الذي دفع المخرج خوليو سانشيز فيغا للعودة إلى موضوع الحرب الأهلية وظروف مشاركة المغاربة فيها. شريطه المتاهة المغربية هو استرجاع لماض قريب ومحاولة للإمساك بخيوط حكاية متشابكة ومعقدة تستعصي على الفهم والإدراك. هؤلاء الجنود هم ضحايا وجلادون، ضحايا لأنهم سيقوا إلى الحرب ضدا عن إرادتهم أو فقط هربا من الجوع، جلادون أيضا لأنهم اقترفوا الفظاعات بحق المدنيين. لطالما تردد أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن التاريخ لم يوصف المغاربة الذين قاتلوا في الحرب الأهلية الإسبانية، إنما جعل من مشاركتهم في حرب الإخوة الأعداء صفحة سوداء لا تنمحي آثارها من ذاكرة الشعوب.